بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور محمد الحناوي، استشاري النساء والتوليد. هتكلم النهارده على الرعاية الصحية غير الضرورية في أمراض النساء والتوليد. طبعا الرعاية الصحية غير الضرورية هي الخدمات الصحية التي تقوم بتكلفة وحجم أعلى مما هو مناسب أو ملائم لطبيعة المرض، ولا تظهر له أي فائدة واضحة للمرضى، وغالبا تؤدي إلى الضرر أكثر، والنفع من هذه قليل، وبتبقى مؤلمة ومضيعة للوقت وقليلة الأهمية. طبعا منها كثرة التحري عن الأمراض بدون داعي، الفحص بدون داعي، التحاليل في المختبر بدون داعي، الأشعات بدون داعي، العلاج الدوائي بدون داعي، دخول المستشفيات بدون داعي، إجراءات طبية وجراحية بدون داعي، عمليات جراحية بدون داعي، علاج كيماوي بدون داعي، علاج إشعاعي بدون داعي، وتمثل تلت الحالات الموجودة. طبعا أسبابها إيه؟ يعني الدكاترة أو العيانين بيعملوا تحاليل وإشعاعات وكشوفات وعلاج بدون داعي ليها. أول حاجة بنسميه الطب الدفاعي. الطب الدفاعي ده إن قلق الأطباء من الدعاوي القضائية مرفوعة ضدهم من قانون سوء الممارسة الطبية. وسوء الممارسة الطبية ده إن هو بيقول إن يمكن للمريض مقاضاة الممارس للرعاية الصحية يا مستشفى يا طبيب إذا اعتقدوا، يعني كلمة اعتقدوا مش حصل لهم حاجة، إذا اعتقدوا بأنهم تعرضوا لإصابة ناتجة من نقص الرعاية الصحية لهم. طبعا بيخلي الأطباء والمستشفيات يحموا نفسهم. أحمي نفسي إزاي؟ بأنني بعمل حاجات مش مهم تبقى في مصلحة المريض، بس ما تعرضوش لسوء الممارسة الطبية. فبيعملوا تحاليل مختبرية، إجراءات طبية غير ضرورية لتجنب رفع دعاوى قضائية ضدهم. تاني حاجة أن مقدم الرعاية الصحية لأطباء المستشفيات بيلتقون نسبة من إيرادات العلاج الزائد على الضروري، وذلك من شركات التأمين. بيبقى لهم نسبة من الزيادة لو المستشفيات دي بتاخدها، فبتزود الحاجات دي عشان تحصل على نسبة أكتر. تالت حاجة الخدمات بتقدم بناء على طلب وتفضيلات المريض. المريض تقول له مثلا أنت محتاج الدواء الفلاني كذا، لا أنا عايز دواء تاني بيبقى غالي، أو حاجة تانية أنا عايز فيتامينات كتير، تقول له ما أنتش محتاج أشعة، لا أنا عايز أعمل أشعة، وهكذا. بعد كده قائم على تشخيص خاطئ، يعني حصل تشخيص خاطئ فكل اللي بيحصل عليه حاجات خاطئة. كمان عندنا اللي هو ان الطبيب بيوصف العلاج على حسب حالة المريض المادية والاجتماعية، مش على اساس الحالة المرضية بتاعته. كمان في استخدام لأدوية وطرق وقائية غير ضرورية. دي الأسباب بتاعتنا. طب ما هو أضراره إن أنت لما بتعمل حاجة زايدة عن الحاجة فبتزود التدخلات الطبية غير اللازمة، فده بيخليك ان بتتطلب علاج زايد وعمليات جراحية زايدة. كل ده بيؤدي الى مضاعفات بدون داعي واضرار ناتجة في الافراط في العمليات والعلاج والتحاليل. طب ما هو الحل؟ الحل طبعا ان اهم حاجة ان الطبيب يتناقش مع المرضى بتوعه بالفوائد والمخاطر لأي حاجة بيعملها لهم. لو هيعمل لهم اختبار، لو هيعمل لهم أشعة، لو هيعمل لهم عملية، لو يدوهم علاج، بيقول لهم ده فوائده كذا وده له أخطاره كذا. لأن يدرك الأطباء أن أفضل دفاع ضد دعاوي سوء الممارسة الطبية هو توفير الرعاية الطبية الجيدة وبناء علاقة وثيقة بينه وبين المريض على أساس التعاون والثقة. هندي أمثلة بقى للرعاية الصحية الغير ضرورية في أمراض النساء والتوليد. أول حاجة تحري الأمراض غير
الغير ضروري زي اللي بنسميه سكريننج، يعني سرطان المبيض السي 125 مش اساسي فيه، يعني مش 100%. برضو الموجات فوق الصوتية مش 100%. تاني حاجة لو اتكلم على الكشف، الفحص المهبلي بدون داعي ملوش اي لازمة. يعني لو واحدة ما بتشكيش من افرازات او حاجة دم من تحت او في اي مشكلة عندها او وجع او حاجة، مفيش داعي اعمل لها فحص مهبلي. طبعا تحاليل غير ضرورية، يعني بنعمل موجات فوق صوتية كتير جدا للحامل، هي بتعمل مرتين او 3 بالكتير، ده كل زيارة الدكتور ان شاء الله كل اسبوع بيعمل موجات فوق صوتية. ساعة ما العيل بيتولد بيعملوا له متابعة إلكترونية، تحطوا حاجة على بطن السيدة وحاجة على الجنين ممكن من تحت، ملهاش أي لازمة طالما الحالة مش صعبة. أشعة الثدي لكل واحدة تقول أي صدري بيوجعني. برضو هشاشة العظام كل شوية يعملوا تحليل هشاشة عظام عشان يشوفوا الست عندها هشاشة عظام ولا لا، مش لكل الناس يتعمل لها. بعد كده اعمل اشعة على الصدر مثلا قبل ما اعمل اي عملية جراحية نساء بدون داعي، والعيانة والسيدة ما بتشتكيش ان عندها كحة او وجع في صدرها ولا حاجة. حتى حالات المسح من عنق الرحم اللي هي الباب ما تعملش الواحدة اقل من 21 سنة. بعملش برضو رسم قلب لكل واحد ما بيشتكيش من اي مشكلة في القلب. الاشعه المقطعيه مش كل طفل يتخبط خبطه صغيره اعمل له اشعه مقطعيه، الحاجات دي بتاثر عليه. كمان ما اعملش اي واحد عنده شويه ارتجاع اعمل له منظار مريء، لا ده لازم يكون حاله صعبه. برضو مش اي واحد يقول صدري تعبان يقوم يتعمل له منظار للقلب للشرايين التاجيه. كمان في فحوصات زي فحص العذريه ملوش اي لازمه. كمان الأدوية اللي بنديها، في أدوية وقائية بناخدها زي حقنة الار اتش. ما اديش حقنة الار اتش الا لما اشوف الجنين هل هو سالب ولا موجب، لان ممكن يطلع الجنين سالب وانا اديتها له بدون اي لازمة. كمان ما حفزش الولادة قبل 39 الا لما يكون في حاجة مهمة، مش كل الحالات اعمل لها طلق مبكر 39 اسبوع لكل الحالات. طبعا العلاجات الدش المهبلي ممنوع الا في حالات نادره جدا. مضاد حيوي لمرض بسيط اديه ليه. كمان ادي فيتامينات كتيره للحامل ليه على قد ما تحتاجه. ادي كالسيوم كتير للحامل ليه ما دام مش محتاجاه. طبعا في كريمات علامات التمدد بيدوها بكثره دلوقتي. كريمات اشيل الجرح بعد القيصريه بيدوها كتير بكثره. مضاد حيوي لعدوى فيروسيه ملوش اي لازمه. بعد كده دخول المستشفى، مش اي حاله عندها شويه قيء صغيرين وهي حامل ادخلها المستشفى. مش اي واحده عندها مغص بسيط اقول ده طلق مبكر وادخلها المستشفى. طبعا اجراءات جراحيه غير ضروريه، مش كل واحده يتركب لها قسطره بول. مش كل واحده يتعمل لها نقل دم الا في حدود معينه اقل من 7.5 او حاجه. مش كل واحده اعمل لها انبوبه تغذيه لو التغذيه عندها قليله. كمان الجراحات اللي هي بدون داعي او الغير ضروريه، مش كل الحالات اعمل لها ربط عنق رحم الا لو حاله عندها تاريخ مرضي او حاله عندها عنق رحم اقل من 15 مللي وعند 24 اسبوع. مش كل واحده اعمل لها قيصريه، مهم جدا. مش كل واحده اعمل بكريه او مش بكريه اعمل لها شق عجان عشان اوسع المسافه عشان يحصل لها ولاده طبيعيه. مش كل كمان مش كل واحدة أعمل لها ما خلفتش شوية صغيرين أعمل لها أخرم الرحم وبنسميه الأوفاريان دريلينج. مش كل واحدة أعمل لها استئصال مرارة. مش كل واحدة أعمل لها استئصال لوز، لأن اللوز لازم تكون لها تكرار معين عشان أعمل لوز. مش كل واحدة أعمل لها الزايدة، ولو حالات كتير بتاخد علاج وما بتحتاجش عملية. مش كل واحدة أعمل لها استئصال مبيض حتى لو مبيض ملفوف ولونه مسود، لازم افكه واشوف واستنى لما الدمويه ترجع له. مش كل واحده اعمل لها استئصال رحم ولها بدائل كتير، وده اخر حاجه. مش كل واحده عندها شويه دم اعمل لها تفريغ وكحت. مش كل واحده اعمل لها عمليات تجميل اللي طالعين عليها موضه في الاعضاء التناسليه. مش كل واحده بنديها علاج اشعاعي، ومش كل واحده بنديها علاج كيماوي الا بداعي معين.
وشكرا.